ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. اول حاجه بعتذر على صوتي، معلش. تاني حاجه النهارده معانا بقى ريفيو عن منتج لطيف قوي اللي هو شاي احمد تي. من الحاجات الحلوه قوي، من الحاجات الحلوه قوي في الشتاء. بيبقى لذيذ قوي بصراحه، مختلف عن اي حاجه بنشربها تانية معتاده يعني في الشتاء، بعيدا بقى عن الهوت شوكليت والسحلب والحاجات دي كلها. فهو حاجه حلوه، طعمها حلو، مختلفه. آه، بتدفي طبعا، احنا بنشربه سخن فهو لذيذ. طيب طبعا في نكهات كتير قوي وقوي يعني. وبيتباع طبعا باكت على بعضها، وبيتباع اكياس لوحدها عادي. انا برشح الاول تجيبوا اكياس تجربوا، تشوفوا ايه اكتر نوع حبيتوه، وبعد كده نستقر بقى، ممكن نجيب باكت او اي حاجه. طيب عندنا نكهات كتير قوي. انا اكتر نكهات بحبها هي التوت بانواعه الأحمر والاسود، وكمان ده برضو النوع ده قريب قوي من التوت. ماشي. الجديد بقى انا لسه هجربه، الرمان ما جربتوش، والخوخ هجربه. أم... وكمان عاملين بالليمون والنعناع، بصوا بالمانجا وبقرفة. الناس بتحب القرفة مع التفاح، وقرفة لوحدها. فهو لذيذ قوي صراحة، حلو جدا للشتاء ان احنا نشرب حاجة تدفي وتكون يعني مختلفة عن المعتاد. طيب هقول لكم بقى النهاردة على فكرة مع ريفيو. ايه بقى الفكرة؟ هقول لكم. بصوا، هي مش فكرتي انا، هي فكرة اخويا عملهولي وانا دقته، عجبني قوي بصراحة، عجبتني الفكرة كمان. ايه بقى؟ ان احنا هناخد مثلا باكت من اي بقى فليفر انتوا حبيتوه، بس احنا استخدمنا اللي هو بالتوت، واللي هو النوع ده اللي هو بالعنب ده. تمام. فعملنا ايه؟ هقول لكم بالظبط. طيب ايه بقى الفكرة؟ الفكرة ان احنا هنحط لبن بدل ما هنعمله بالمية. إيه زي يعني احنا عموما بناخد الباكت. هقول برضو طريقة التحضير العادية، هو مكتوب اصلا ورا. بس طريقة الباكت ان احنا بناخده ونحطه في المج او الكوباية، وبعدين ايه، بنحط المية السخنة، بيطلع شاي. بس بنكهة. تمام. النكهة بتبقى قوية وبتبقى حلوة جدا، عشان كده بقولكوا جربوا، شوفوا انتوا هتتقبلوا النكهات عاملة ازاي. يعني انا مثلا المانجا ما حبيتوش خالص، ما يعني ما ما اتضايق، ما حبيتوش بصراحة خالص. طيب بقية الحاجات، الخوخ اول مرة هجربه، والرمان برضو اول مرة هجربه. تمام تمام. زي ما قلت لكم التوت بقى، هو اللي باللبن بقى بيبقى حلو قوي، بيبقى بقى عامل زي ما يكون ايه، عامل زي ما يكون ان احنا بنشرب لبن دافي كده سخن يدفينا كده في الشتاء، بس ليه نكهه مثلا، زي مثلا لما بنجيب اللبن اللي هو بالموز من بره، العصير ده بيبقى ساقع. اللبن الفراوله ده بقى بالايه، بنكهه التوت، ودافي كده ولذيذ بصراحه، كان خطير خطير خطير. اهم حاجه ما نزودش السكر عشان النكهه بس ما تبقاش، ما تضيعش، قصدي النكهه ما تضيعش. انا حاطه في بتاع ده نص معلقه سكر في في الفنجان ده. هو الفنجان ده يعني برضو كبير، يعني تحس ان هو مج صغير كده مثلا. طيب زي ما قلت لكم، انا جربت التوت والنوع ده باللبن بس، ما جربتش اي حاجه تانية باللبن. هبقى اجرب وابقى اقول لكم حلوين ولا ايه. طيب تمام. حط بقى كده الباكت، الريحه بقى اول ما بتفتحه بتشموا ريحه التوت الفظيعه، او ريحه العنب الفظيعه برضو دي. طيب انا بس هعمل تريكه كده علشان اطلع النكهه قوي من الباكت. هحط نقطه ميه سخنه، تمام، وبعد كده هكمل باللبن، نقطه ميه سخنه مش كتير خالص، نقطه ميه سخنه. يعني ايه؟ حاجه بس، بصوا، حاجه تطلع بس نكهه الشاي من الباكت، بس كده. انا مش عايزه اكتر من كده. شايفين قد ايه؟ معلقه فعلا. بس انا عايزه بس ايه، الله على الريحه، فظيعه 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 فظيعه. طيب نحط بقى اللبن السخن احنا مسخنينه. تمام. ده بقى بالليل يا جماعه خطير، ما بتحسوش اصلا بطعم الشاي، انسوا الشاي ده خالص. مفيش شاي اصلا، انتوا مش بتحسوا بطعم الشاي خالص، تحسوا ان انتوا بتشربوا حاجه دافيه ليها نكهه حلوه بس. فيعني رائع. نقلب بقى عشان ايه، نطلع كل النكهه كويس قوي، وما نطلعش الباكت، نسيبه جوه المج علشان يفضل يطلع لي النكهه. بس محتاجه ارفعه سنه عشان اقلب ادوب السكر واسيبه.
بصوا الريحه بجد رهيبه رهيبه رهيبه، جربوا النوع ده فظيع، بحبه جدا هو والتوت الاحمر، خطير ده. ماشي. طبعا احمد تي في انجلش تي برضو فظيع. هو بصراحه يعني كل الانواع او كل الانواع او الانواع الشاي بتبقى حلوه جدا، بس شوفوا بقى كل واحد نكهته بيفضل ايه اكتر عن ايه، طبعا كل واحد وذوقه. تمام، دي بترجع لكل واحد وذوقه هو بيتقبل ايه. وبس يا رب النهارده ريفيو يكون عجبكم، والفكره كمان عجبكم. لو عجبكم اعملوا بقى وطبقوا وقولوا لي، وقولوا لي جربتوا ايه عجبكم، يمكن في حاجه نزلت انا مش عارفه، ابعتوا لي قولوا لي برضو. واشوفكم على خير ان شاء الله الريفيو الجاي. باي باي.